السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير ولا خير وانتم كتشوفوا فيديو جديد على قناتي وقناتكم اللي هو عبارة على سيجار بحشوة جد جد اقتصادية دون تكلفة. نمشيو البركة على بركة الله. نبداو بالمقادير. غناخدو مقلاة وغنضيفو لها تقريبا 2 معالق كبار ديال الزيت وبصلة كبيرة نشلضوها يعني قطع صغيرة ونبداو نخلطو حتى نشوفوها ولات شفافه. عاد غنضيفو جوج فلفلات، فلفله خضراء وفلفله حمراء، ونقطعهم كذلك قطع صغيره، ودائما كنبقاو كنحركو. عاد نضيفو تقريبا 200 غرام ديال صدر الدجاج او صدر ديال البيبي اللي هو مقطع قطع كذلك صغيره جدا، يعني تقطعته هو بحال تقطيعه ديال الفلافل. هنا غادي نضيفو شويه ديال الملح دائما على حسب الرغبه، ملعقه صغيره ديال الابزار فلفل اسود. فقط غنكتفيو فقط بهاد التتبيله، وغنخلطو مزيان باش تجنس ليا ديك التوابل مع العناصر اللي درت. هانتوما كي كتشوفوا حتى كي يطيب ليا الدجاج او داك قطع صدر الدجاج. عاد غنضيفو هنا غادي نديرو البيشاميل مره واحده. غنديرو هنا ضفنا ملعقه كبيره ديال دقيق الابيض وغنخلطوه شويه. عاد غنضيفو كاس كبير ديال الحليب اللي يكون دافئ باش كيسهل علينا. ثم كنضيفو هنايا الكوزه فقط واحد راس معلقه، ونخلطو مزيان حتى كيطيب ليا الدقيق. ضروري يطيب الدقيق. من بعد عاد كنضيف واحد ملعقه صغيره ديال الزبده او ملعقه كبيره ما تكونش مملوءه، ونخلطو مزيان دائما حتى كيطيب لنا الدقيق مزيان. عاد غنطفيو على المقلاة. صافي ملي كنشوفو الدقيق ديالنا طاب، كيف قلت غادي نطفي على المقلاة وغنضيف اي جبن عندك في البيت، جبن كاري، جبن مثلث، جبن الاحمر، جبن هذا ديال لي ساندويش، هادي حتى كنطفيو على المقلاة. اذا غنخليو نحركوه مزيان باش يتجانس لي الفرماج مزيان. عاد كنحطوه على جنب حتى كتبرد هي الحشوه. هنا غنمشي مباشره الورقه ديال السيجار. هنا شفتوا الطريقه انا باش كنقطع دائما كنطويها على 2 ثم نطويها على 4، عاد كنطويها على 8 وكنقطع بهذه الطريقه باش يجيونا السيجار بواحد القياس اللي حنا يعني متوسط. اذا شوفوا الطريقه اللي كنظن كلشي باين في الفيديو. من بعد ما كتبرد لينا الحشوه، هانتوما كتشوفوا بردات تماما. هنا عندنا الماء والطحين باش كنلصقوا السيجار ديالنا. هنا بالنسبه الا ما كنتوش غادي غديروا لا شابلور كيف وريتكم، الجهه الحرشه تكون الفوق من الاحسن والرطبه تكون هي اللي لتحت. هذه الا ما كنتوش غديروا لا شابلور. الا كنا غنديروا لا شابلور يعني كيف ما درتي لها هذيك الساعه. شوف الطي ديال السيجار، دائما كنحطوا السيجار ديالنا بلا ما كنضيفوا له لا زيت لا زبده، لانه ديجا فيه الزيت وديجا غيتقلى، يعني بلا من نضيفوا لا زيت لا زبده. كناخذ واحد القياس ديال
الحشوة وكنحطوه على القطعة ديالنا ديال الورقة وكنلويو بالطريقة اللي كتشوفوا. كنظن هذه معروفة فقط بعض المبتدئات. وكنديروا ملي كنلويو السيجار في الاخير كنديروا شويه ديال الماء والدقيق اللي درنا تما باش كيلصق لينا السيجار مزيان، ما كيتحلش عند القلي. اذا هنا من بعد ما كملت السيجار ديالي خديت هنا لا شابلور والبيض. هنا 2 بيضات وشابلور. كتعرفوا بيان سور كتعرفوا الطريقه ديال كنديروا في البيض اولا وكنحطوه في لا شابلور. في حاله ما بغيتوش ديروه في لا شابلور يمكن لكم تقليوه هكذاك. اذا دائما كنبقاو بنفس الطريقه المعتمده عندنا، البيض ثم لا شابلور نكملوا بنفس الطريقه حتى نكملوا السيجار ديالنا. اذا بعد ما كملنا السيجار بلا شابلور والبيض غنديروا مقلاة ونحاول نديروها غير صغيره باش ما نبرديوش الزيت. مقلاة صغيره باش كنعمروها بالزيت وكنقليو غير بشويه بشويه اللي كتشوفوا حتى كتسخن الزيت عاد كنقليو. ما تنساوش راه دغيا كيتحمروا لان فيهم لا شابلور، راه دغيا كيتحمروا. وبالنسبه للرغوه اللي كنشوفوا من اللي كتبان هذيك نتيجه البيض اللي درنا، يعني ما تخافوش منها، نتيجه البيض فقط. دائما على نار متوسطه لان راه دغيا كيتحمر. ونقلبوا من هنا والجانب الاخر. وهنا كنكونوا كملنا القلي ديالنا، وكنتمنى يكون استفدتوا من هذا الفيديو وعجبتكم الحشوه. هي كتجي لذيذه، حشوه لذيذه وجد اقتصاديه كي قلت لكم في الاول. كنتمنى تجربوها وتبارطاجوا لي الفيديو وما تنساوش اللايك والكومنتيرات. والى فيديو جديد ان شاء الله ما تنسونيش بلي لايك بلي كومنتير بلي بارطاج. مع السلامه، شكرا.